السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا، يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة وسعادة، انتوا وكل اهل بيتكم وكل حبايبكم يا رب. ويا رب تجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى أم سيدنا محمد يا رب. النهاردة بصي يا حبايبي بقى، أنا هعمل حاجة جديدة. آه، هي بصراحة الحاجة دي بيعملوها في الشرقية. هي أكلة جميلة جدا بأمانة، يعني اللي هتشوفها وهتجربها بجد مش هتبطل تعملها، حلوة جدا. هي مكوناتها ايه يا حبايبي؟ دي معلقتين زبدة، تمام كده يا حبايب قلبي، معلقتين زبدة وايه، بيضاية واحدة بس، تمام. وده طبعا ملح شايفينه، وده فلفل اسمر، تمام. دي مكونات التوابل والكمون، تمام يا حبيباتي. طبعا هنا ايه بقى الاكله دي بتعمل ازاي؟ هي اسمها كبيب. كبيب ده هو المسمى بتاعها، بيتقال في الشرقيه كده. يعني الناس بتوع الشرقيه دول بسم الله ما شاء الله عليهم، تاكلوا منهم احلى اكل، اذا كان محشي بقى ولا كبيب ولا السمك المشوي بقى في البيت. لا بجد بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. المكونات بقى 3 بصلات خضره اهو، 3 اهو، شايفين؟ انا مسكتهم غسلتهم كويس جدا جدا، ماشي يا حبيباتي، وقطعت العروق بتاعتهم. احنا هناخد البصل ده وهناخد العروق بتاعته، اهي العروق اهي، انا غسلتها برضو ونضفتها وخليتها زي الفل. معاهم ايه بقى؟ ربطة شبت اهي، شبت اهو شايفينه، دي ربطة شبت واحدة بس. لو هتعملي كيلو رز، الرز بمساواة اللحمة، هتعملي معاه كيلو لحمة، تمام يا حبيبتي. لو هتعملي نص كيلو رز، يبقى هتعملي معاه نص كيلو لحمة. طبعا انا جبت طبق لحمة مفرومة اهو، ده نص كيلو، ماشي يا حبيبتي. المكونات بتاعتها بسيطة جدا يا جماعة، هو الزبدة والبضاية ونص كيلو اللحمة والتوابل وربطة شبت وربطة بصل. ربطة البصل دي فيها 3 بصلات، وطبعا هناخد العروق بتاعتها زي ما انا وريتكم كده اهي. العروق اهي اهي يا حبايبي، العروق مغسولة وربطة الشبت مغسولة. بما انك لو عايزة تزودي وتعملي كيلو، يبقى هتزودي البصل، هتزودي الشبت، بدل ما هي ربطة هتبقى 2، البصل هيبقى ربطتين، البيضة هتبقى 2، معلقة الزبدة معلش، هتبقى مثلا معلقتين 3، تمام كده يا حبايبي. الرز بقى نص كيلو رز، يعني على المكونات اللي انا عاملاها النهارده دي هتاخد نص كيلو رز، نص كيلو رز. هنعمل ايه بقى في الحاجات دي يا حبايب قلبي؟ هنمسك الشبت ده هنقطعه قطع صغيرة جدا، ماشي يا حبايبي، والبصل نفس النظام، وهنضربهم في الكبة، هننعمهم. بعد كده هنعمل ايه؟ هنغسل الرز كويس جدا. بعد ما نغسل الرز هنجيب الرز، هنخليه طبعا، هنصفي المية منه خالص. بعد كده هنروح حاطين الخلطة اللي احنا عملناها، اللي هو البصل والشبت، طبعا هننعمهم في الكبة، وبعد كده هنروح حاطينهم على الرز. بعد ما نحطهم على الرز هنبدأ نحط التوابل بتاعتنا، الملح والكمون والفلفل الأسمر، وطبعا في ناس بتحب تحط عليه شطة، يعني بدل ما تحطي عليه بعد ما يستوي، لا انت ممكن تحطي عليه في الخلطة، هيبقى سبايسي جامد يعني. وطبعا هنروح حاطين الزبدة، احنا طبعا هنسيح الزبدة، انا بس وريت لكم المقدار قد ايه وهي لسه زي ما هي كده في الطبق، تمام. هنسيح الزبدة ونحطها عليهم، وهنضرب البضاية دي ونحطها برضو على المكونات. يبقى احنا كده غسلنا الرز وضربنا الحاجات الخضرة دي الجميلة دي، الشبت والبصل الأخضر، ضربناهم في الكبة. وبعد كده يا حبايب قلبي حطينا الرز، حطينا عليه البصل الأخضر والشبت، بعد كده حطينا التوابل، بعد كده حطينا الزبدة، زبدة سمنة زيت، كل أي حاجة عندك هتمشي ماشي يا حبايبي. وبعد كده هنحط البضايه، وبعد كده اللحمه. هنفضل بقى بصي زي ما تكوني انت بتعملي ايه كده، بصي هتعملي كده، تفضلي تعملي فيهم كده 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 في الرز، ماشي. انا ان شاء الله هوريكم، انا هوريكم هنعمل ايه، تمام يا حبيباتي. وطبعا هنعملهم زي الكور كده صغننه كده، وهنرصها في الحله. الشوربه بتاعتك بتكون مغليه، بعد كده بتحطيها على النار، وتحطي الشوربه المغليه بتاعتك، اول ما تعمل تك تك تروحي مغطيه عليها زي الشمعه، ماشي يا حبايب قلبي. وطبعا احنا هنعمل الحاجات دي مع بعضينا
هستأذنكم 3 دقايق هفرم الشبت والبصل ماشي، وهرجع لكم تاني وهنعمل مع بعض يا حبايبي. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي بعد ما عملنا البصل مع الشبت. بصوا ده عامل ازاي اهو، جميله طري خالص بقى. وخلي بالكم العروق بتاعت البصل دي اوعوا ترموها، لان فيها ماده لزجه كده هي اللي بتخلي الكبيب ماسك نفسه ماشي يا حبايبي وما يفكش. دي حاجه. بصوا يا حبيباتي كده احنا حطينا ايه زي ما قلنا خلطه اهي على الرز اهو يا حبايبي، اهو الخلطه على الرز تمام يا حبايبي اهو ماشي. اللحمه اهي فوقيه ماشي يا حبايب قلبي. طبعا الملح اهو والفلفل الاسمر اهو والكمون اهو ماشي يا حبيبتي. طيب الزبده احنا قلنا هنسيح الزبده، انا سيحتها خالص اهي سايبه اهي هنا اهي يا حبيبتي ماشي يا حبايبي. والبيضايه اهي اللي احنا قلنا عليها هنكسرها كده تمام يا حبايبي. كده كل المكونات اللي احنا قلنا عليها خلاص حطيناها. هنبدأ نعمل ايه بقى كده لما نلاقي كل اللي احنا عاملينه ده مسك في بعضيه اهو يا حبايبي. في ناس ممكن تقولك طب انتي ليه هتحطي البيضه؟ يعني اولا البيضايه بتخلي الرز مع الكبير مع كله برضو بيمسك في بعضيه، وحاجه كمان مهمه ان هي بتخلي الكبيبايه نافشه، بتبقى منفوشه كده مش بتبقى مكتومه، لا منفوشه زي الكيكه كده لما بنعملها بتبقى نافشه ماشي يا حبيبتي. اكله جميله 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 بجد والله العظيم، لو عملتوها انتوا هتستحلوها جدا ومش هتسلوها، وسهله وخفيفه وفيها غذاء مش قادره اقول لكم. ده كفايه البصل الاخضر والشبت اهو يا حبايبي. طبعا هتدوقيها يعني تمسكي حته كده على طرف لسانك كده وتدوقيها. عايزه ملح هتحطي لها ملح، لو انت بقى عايزه تحطي شطه حطي، دي بتاعتك انت بقى براحتك كده ماشي يا حبيبتي. طبعا انا مكترتش الرز ماشي زي ما قلت لكم، لان بصوا عملت ازاي كلها مليانه لحمه ماشي يا حبيبتي. طيب هندوق مع طرف لساني كده. طبعا انا جبت معايا ذره ملح عشان انا عارفه ان انا ممكن احتاج شويه ملح، حطيت الملح تاني اهو ماشي يا روح قلبي. تعملي جنبها بقى طبق سلطه، طبق بطاطس محمره، وبالهنا والشفا يا حبيباتي. شكلها بقى عامل ازاي اهي انتوا شايفينها كله دخل في بعضه، لحمه في البصل في الشبت في كل حاجه تمام يا حبايبي. تعملي ايه بقى بعد كده ماشي؟ احنا خلاص دقناها بقى كده، لقينا الحمد لله الملح بتاعها مظبوط وزي الفل. بنعمل ايه يا حبايبي اهو اهو شايفين كده اهي كده اهو، هترصي في الحله ماشي يا حبايب قلبي. ثانيه واحده وارجع لكم يا رب. ثواني يا حبيباتي حبايبي معلش انا اسفه. طلبوا مني شويه شطه وقالوا لي حط لنا شويه شطه، فانا رحت جبت شطه وجيت حطيتها على الكبيب ماشي يا حبايبي. كده بقى زي ما قلنا كده هننزل اللي في ايدينا كده ماشي، وهنمسك حته حته هنعمل كده كده نلف بايديكي صغننه اهي ونحط في الحله. هنبدا نرص فيها بعد كده الشوربه طبعا بتكون غليت، احنا بنسيبه بقى 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق يريح. يعني عارفين زي ما بنكون احنا عاملين عجين كده وبنسيبها تريح،
فده بنسيبه 10 دقايق كده يريح. ماشي، لو عايزه تحطيه في التلاجة طبعا حطيه عادي جدا، لو عايزه تسيبيه بره بتسيبيه. وبعد كده الشوربه لازم تكون بتغلي جامد. اول ما تغلي الشوربه بتروحي حطها على الكباب، واول ما قلنا تعمل ايه تك تك كده، هنروح جايين موطيين عليها ناحيه الطفيان. ماشي يا حبيبتي، ونسيبه على نار هاديه، وما تخافيش مش هيفك منك، مش هيحصل له اي حاجه، بل بالعكس هيبقى جميل جدا وطعمه حكايه. وغير ريحته بقى بتبقى جميله جدا علشان الشبت والبصل الاخضر ده. اهو يا حبيبتي. لما يستوي اكيد طبعا هوريكم شكله عامل ازاي. وبعدين لما تعملي الكوره بلاش تعمليها كبيره، علشان اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم، لما بينفش ما تبقاش كبيره قوي، تبقى معقوله يعني يا حبايبي. يا رب فك ورزقك. بسم الله كل في مكانه. انا هقفل معاكم الرصه دي ماشي حبايبي عشان اوريها لكم، وبعد كده هروح اكمل طبعا واخلص، ولما يخلص خالص ويستوي هاجي اوريكم شكله بقى عامل ازاي وهو في الحله يعني، او هو في الطبق بعد ما نغرف. عشان في ناس بتعمله وبتخاف ان هو يفك منهم، لا والله مش هيفك، ما تخافيش مش هيفك، لان انت عامله ايه حاطه البضايه بتاعتك، مظبطه البصل، لان البصل فيه اللي هو انتوا عارفين العروق دي فيها ماده لزجه كده، فبتخلي الحاجه بتتماسك يعني، فمش هيفك ما تخافيش. دي الاكله المفضله بقى بتاعه الشرقوه يعني، بيعملوها هي زيها زي المحشي عندهم يعني، بس جميله بصراحه، جميله جدا. وبعدين تغيير يا جماعه بصراحه ما بقيناش عارفين ناكل ايه، والله احترنا. الحمد لله على كل حال. على فكرة لو لاحظتوا هتلاقوا ان اللحمة اكتر من الرز، يعني باينة خالص يعني الحمد لله يعني. هنعمل بقى 2 صغننين خالص كده عشان ايه نغطي بيهم الرصة الاولى دي. وبعد كده يا حبيباتي هروح اخلص، ولما اخلص هرجع اوريكم الكباب. بس يا حبايبي اهو، اهي كباب اهي، رصة الكباب اهي اهي يا حبايب قلبي. انا رصيتها طبعا اهي في الحله. ماشي، هروح بقى اكمل واخلص وارجع لكم تاني واوريكم بقى شكل الكباب. استنوني يا حبيباتي. حبايب قلبي رجعت لكم تاني بعد الكباب ما خلص يا حبايبي. تمام، بص انا لسه منزلاه دلوقتي من على البوتاجاز، البخار حتى بصوا عامل ازاي. بس انا اوريكم شكله بقى اهو، الحله سخنه وانا شايلاها سخنه جدا. ماشي يا حبايب قلبي،
دلوقتي اهو هنغرفه بقى كده مع بعض اهو، اهي بالواحده اهي اهي. مفيش بقى حاجه انها ايه تفك وما تفكش والكلام ده. ولو عندك طبعا ايه، انا كان عندي سمين في الشوربه، حطيته على وش الحله الكبير يعني، بصراحه عامل له نفس جميل جدا جدا بامانه يعني، وريحته حكايه. بسم الله ما شاء الله، جربوه والله ما هتندموا، واكله جميله وتغيير في الاكل، وهي بجد حلوه قوي حلوه قوي وبتشبع يعني. بصوا يا حبيباتي الكبير، انا غرفته قدامكم اهو. ماشي يا حبايبي، هو ده الطبق بتاعنا، جميل بشكل غير طبيعي. بصوا يا حبيباتي شكله عامل ازاي، ولا مثلا انها تفك ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده، طعمه بقى بسم الله ما شاء الله جميل قوي بجد، جميل جميل. بصوا واحده بوحدتها اهي 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 زي ما انتم شايفين اهو اهي. بصوا يا حبايب قلبي، اقسم بذات الله نفسه خطير وطعمه حكايه. طبعا طبق السلطه الجميل ده لازم يبقى جنبه طبق السلطه. ماشي يا حبيباتي، وطبعا عملت ايه، طبق بتنجان مخلل، فين شكله عامل ازاي. ده بقى يعني عندنا بقى الطبق المقدس، مع كل اكل لازم نعمل طبق البتنجان المخلل ده بالدقه والفلفل الاحمر الجميل ده. ماشي يا حبيباتي، هوريه لكم عن قرب ثانيه واحده. تمام يا حبيب قلبي كده، اهو تاني بتنجان اهو. ماشي، وده طبق السلطه الجميل، وطبعا ده الكبيب اهو يا حبيباتي. ماشي يا روح قلبي، دلوقتي الغدا بتاع النهارده بتاعنا خلص. ماشي يا حبيباتي، وانا طبعا بقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسلامه وسعاده يا رب. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله هيعجبكم، ما تنسوش اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يتفضل ينورني ويشرفني ويشترك في القناه. ماشي يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير وكل خير وبألف صحه وسلامه وسعاده، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألف سلامه يا حبايبي.